الإخوة خطب امرأة 5 مرات، يقول والله لو لم أتزوجها لأجلس عزابي طول حياتي، ما أبي من هذه الدنيا إلا هذه المرأة. وسبحان الله يوافقون عليه بعد 5 مرات رفضوه، السادسة وافقوا له. وأول أيام زواجه تصاب المرأة بمرض سرطان، الله يعافينا وإياكم، ويجلس يعالج وياها مدة أشهر، قالوا لها احتمال علاجها في أمريكا، ويطير معاها ويجلس 2 كاملات في أمريكا، وتتوفى في أمريكا المرأة، ويجيبها بتابوت من أمريكا ويصلي عليها في بلده، ويقول سبحان الله كنت أظن أن سعادتي وحياتي وهنائي مع هذه المرأة. يقول فإذا بشقائي كله، يقول أقسم بالله أتعس 2 عشتها في حياتي، يقول جحيم، لا قادر أطلقها. يقولون هذا قليل ترك المرأة عقب ما مرضت وقطها في العلاج ورجع، والمرأة مريضة تعبانة، يقول 2 هم ما يعلم فيه إلا رب العالمين. ويوم ماتت كأنه ارتاح اطمئن، يقول سبحان الله يركض وراها يظن أن سعادته خلاص. وهكذا نحن بشر، لكن سبحان الله من رحمة الله سبحانه وتعالى بنا نصاب بالبلاء ويصبرنا عليه. ما تشوفون بعض المعاقين تلقاه مشلول ما يتحرك في شيء، وإذا نظرت في وجهه رأيت ابتسامة عجيبة. تشوفون شيء عجيب يا أخوان، من صبره، من عطاه هذا الأمر؟ الله سبحانه.